يا صباح النشاط، يا صباح الفل، يا صباح الورد. عايزه اقول لكم بقى النهارده يوم كله طاقه ايجابيه. تعالي يا اختي اقول لك انا وفرت ايه النهارده وعملت ايه. قلت لازم بقى ابقى نصحى ايه واخلي بالي كده من المصاريف والم ايديا كده شويه. فقلت ايه، انا بقالي كام يوم اعمل لهم قرنبيط وشويه عدس وشويه كبد وقوانص وشويه مش عارفه اعمل لهم ايه. فقلت لا بصوا، انا عندي فرخه تمام، فقلت يلا زي بعضه اطلعها واعملها. هي فرخه واحده اللي عندي في التلاجة، فقلت ايه اطلعها بدل ما اروح اجيب اكل من بره. هندخل في 300 400 جنيه. عايزه اقول لكم لو جبنا حتى كشري من بره، يعني العلبه يعني عشان تبقى حلوه 40 جنيه، 45 جنيه، وبتبقى كأنها طبق في البيت. فتخيلوا بقى يعني 5 أنفار، شوفوا بقى بكام. وبتاع الدليفري التوصيل. وفي نفس الوقت هتتغدي ساعتين 3 ومش هيعمل معاكي اي حاجه، تحس انك انت جعانه. مفيش احلى لو حسبتيها وعملتي حاجه في البيت هتلاقيها اوفر، مهما كانت الحاجه غاليه بس هتلاقيها اوفر. يعني الفرخه دي عامله حوالي 140 جنيه هي بلدي، لان هي كيلو وربع، كيلو ونص، صغيره يعني. فقلت هطلعها. ما عنديش ملوخيه خضراء، بس كنت جايبه الملوخيه ودايما بغسلها وبنشفها في البيت. قلت طب ما اعمل شويه ملوخيه. وعندي الرز، اعمل شويه رز بالشعريه. وعندي بتنجانه، قلت برضو هعمل شوية بتنجان وشوية دقة كده وفلفل. طيب الفرخة قلت بلاش اعملها اللهم صل على النبي، ان انا اسلقها واحمرها كده على طول. قلت لا خليني احشيها فريك. فجبت فصين توم يا اختي وعليهم بصلايه، نص بصلايه صغيره مبشوره. حطيت عليها ملح وفلفل اسود ورشه من القرفه وشويه بهارات فراخ كتير، يعني حوالي نص معلقه من اللي هي بتاعه الشاي دي. وحطيت عليهم مكعب مرقه ودعكت الفرخه دي وسبتها حوالي نص ساعه قبل ما اشتغل فيها. عايزه اقول لكم تتبيله خطيره بتسكر الفرخه، بتديكي طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي كمان للفرخه. جبت كمان طماطميتين. وعايزه اقول لكم الفريك ده كنت نقعاه من بالليل، كان عندي شويه صغيرين. قلت ايه، انا بحب اكله بالمعلقه بصراحه. بحب الفراخ المحشيه رز او فريك بصراحه بعشقها. جبت شويه زيت كده واحط عليهم حته سمنه صغيره. طبعا انتوا عارفين ان انا عامله دايت، فمش هاكل من الاكل ده غير شوربه الخضار واخد حته فرخه بس. المهم يا بنات، نزلت ببصلايه وفصين توم تمام، واشوح الكلام ده كله مع بعض. الخلطه دي للفريك، عايزه اقول لكم خلطه حلوه قوي، طعمها حلو قوي، جربيها. طبعا انتوا متعودين معايا لما بنزل بالبصلايه بحط رشه فلفل اسود ورشه ملح، بتخلي البصلايه ريحتها حلوه، والملح بيخلي البصلايه تدبل بسرعه مع فصين التوم. الطماطم اللي بشرناها دي تستعجليش على رزقك، حطي بس اللايك كده وكومنت حلو ونكمل الفيديو مع بعض. ننزل بالطماطميه المبشوره. انا قلت ايه اقوم بدري كده واخلص اللي ورايا، عشان بصراحه زهقانه وعايزه اقعد مع نفسي، عايزه اسمع شويه، افتح التلفزيون، يعني افرفش شويه، فلازم نخلص من الاكل يعني. المهم نزلت بالطماطميه المبشوره الكبيره وحطيت عليها مكعب مرقه وحطيت عليها رشه سكر، حطيت عليها بهارات فراخ ورشه جوز الطيب، ودي ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون. رشه جوز الطيب اساسي في الوصفه تمام. وحطيت بهارات فراخ برضو تاني، وحطيت ملح في البدايه وفلفل اسود، وحطيت رشه كمون ورشه كزبره. عايزه اقول لكم خلطه جباره. في ناس بيعملوها بالطماطم وفي ناس لا، وانا بقى من الناس اللي بتعمل شويه الفريك مثلا ممكن بصل بس وانزل بالفريك، وساعات احط ايه الطماطمايه كده تمام، بتبقى حلوه. بتحطي شويه ميه صغيرين، ان هو طبعا منقوع من بالليل، فمش هيبقى محتاج خالص غير ربع كوبايه ميه، يعني حاجه بسيطه. زيت وسمنه. فانا قلت ايه بقى، عقبال ما الفرخه تدبل خليني ايه احمر الشعريه واحط عليها الرز واركن الحله دي كده على جنب، ولا يحصل لها اي حاجه، لان انتوا عارفين الفراخ البلدي اصلا على النار بتستوي على طول، ما بتاخدش وقت. فانا قلت ايه خليني اشغل البوتاجاز، يا اختي زهقانه عايزه اطلع اقعد. انتوا فاهميني. قبل ما ابدا تصوير بقى كان عندي حاجات شوربه الخضار. طبعا انتوا عارفين ان انا بجيبها الايام دي كتير لان انا عامله دايت وكده. فكان عندي فاصوليا وجزر وكوسه ايوه فاصوليا وجزر وكوسه، وبعمل لها الطشه اللي انتوا عارفينها بتاع لسان العصفور دي. شوربه حلوه قوي. هم كمان قالوا لي النهارده كتري فيها عشان كان طعمها حلو قوي. طبعا انا هي المفروض يتشوح لها بصلايه، بس انا عامله دايت فمش هحط سمنه، مش هحط زيت، مش عايزه دهون، فهعملها بطريقه مختلفه. كده الفريك خلاص اهو، بيبقى 3/4 سوا، وبيكمل السوا الاخر في الفرخه، لان هو انتوا عارفين الفراخ البلدي زي ما قلت لكم مش بتاخد سوا. نعمل بقى ايه الملوخيه الصعيدي. بتحطي كده نص معلقه ثوم مهروس في معلقه شويه زيت، لان احنا هنعمل تومه في الاخر، فبنحط لها سمنه تمام. اول ما تصفر معانا طماطميه مبشوره كبيره، بتحطي رشه سكر وبتحطي مكعب مرقه وبتسيبي الطماطم دي تتسبك تمام.
بس كده انا قلت برضو هجهزها علشان يبقى يعتبر انا خلصت، انتوا فاهمين. بس كده شغلي يا اختي البوتاجاز كله، انت هتفضلي واقفه بقى جنب دي بقى تخلص وتستني الحله اللي بعدها على طول. انجزي انجزي انجزي، هنموت هنعيش وهنموت واحنا واقفين في المطبخ. اقسم بالله بقت حاجه ممله، الواحد عايز يطلع الساحل. اقسم بالله اتخنقت خنقه من المطبخ يعني فوق ما تتخيلوها. انا مش عايزه اعمل حاجه تاني، مش عايزه اقول لكم انا مش عايزه بقيت اعمل اكل، والله العظيم زهقت روتين. النهارده بقى حسيت كده بصراحه بملل، بس قلت ايه يعني انا هطلع بقى هضيع 300 400 جنيه علشان اجيب اكل من بره، ولا حد هيشبع اصلا. والله العظيم الاكل انا عايزه اقول لكم الفرخه بره ب 300 وحاجه، تمام، فرخه بيضه ولا بقى اي حاجه، حتى معاها علبتين طحينه وعلبتين سلطه، ولا مكرونه ولا سلطه ولا اي حاجه. طب ما على ايه بقى؟ عندي فرخه في التلاجة وطلعت كل الحاجه اللي انت اكيد عندك، البصل عندك، الطماطم عندك، الجزر عندك، شويه ملوخيه، او عندك بطاطس هتعملها طاجن بطاطس. انتوا فاهمين هنلم الدنيا، ما احنا لازم نعمل كده. كنت استنيت بقى لما الفريك يا بنات برد، رحت ايه كنت حاطه في الوقت ده حله فيها ميه بتغلي على النار، تمام، حطيت فيها الحله، حطيت بصلايه، حطيت جزرايه، طماطمايه، ورق لورا، حبهان ومستكه، تمام، ومكعب مرقه وشويه فلفل اسود. لما الفرخه بتستوي بحط الملح وبس كده، والحمد لله ولا اله الا الله. بس انا قلت ايه قبل ما انام لازم أنا اعمل لكم مونتاج للفيديو، مش عايزه اتاخر عليكم في الفيديوهات. متنسوش اللايك بقى عشان ايه، عارفين اختنا الصفرة دي عشان ايه تتجن كده وهي لما بتلاقيني بنزل فيديوهات اكتر بصراحه بيجي لها نقطه. فاحنا متابعيني حبايبي، يلا حطوا اللايك بقى واكتبوا كلام حلو عشان هي تشوف الكومنتات وتشوف اللايكات فتروح ايه تتجن. انتوا فاهمين، انتوا عارفين انا بتكلم على مين؟ دودي طبعا، واحنا ورانا غيرها دودي، مش لاقي عليها اسم دودي خالص، دي المفروض يقولوها يا ام 44 ام سحلول كده، مش دودي خالص. دودي ايه؟ لا حول الله يا رب. ما تقولوش لحد بقى، تفضلوش تسيحوا في الكومنتات. نطلع بقى البتنجان بس كده. صلوا على النبي يا بنات. عندي حته بتنجانه بقى بصراحه عملتها امبارح معاكم مع الكبد والقوانص، قلت بقى لا لازم انا اعملها النهارده. كان حلو قوي بصراحه. دي يا بنات عايزه اقول لكم الكيكه اللي بالبرتقال، انا لسه ما نزلتلكوش بالطريقه اللي كنت واخده لكم منها مقطع صغير في الفيديو بتاع امبارح. عايزه اقول لكم اتجنوا عليها في البيت والله العظيم. كان في اخر حته النهارده سايبين لي مكعب ما لحقتش اكل منها، مكعب لو تشوفوه قد 3 صوابع. قعدت ريتال بقى بنت اخويا جنبي، كيكه كيكه يا عمته. طبعا انا مش راضي ارد عليها، بقول لها يا بنت زبيلي الحته دي ما حدش كل صينيه الكيكه اللي عندي. تصدقوا بقى عشان نديها حته كيكه وضعها، فرحت قالت لي ايه؟ كيكه يا حماتي. البنت بتطلب ايد ابني اللي لسه ما جايش. شفتوا البجاحه بتاع الجيل حماتها منين دي؟ قولوا لي بس حماتها منين دي؟ لا حول الله يا رب. واول ما قالت لي يا حماتي قلت لها خدي العلب الكيكه بالشاي بكل، خدي البيت كله يرتال وامشي من هنا. بصوا بقى نزلت بالطماطم المبشوره، بعد كده حطيت لها الشوربه اللي هي بتاعه الملوخيه بس كده، وقلت الفلفل، وكمان بعمل شويه لسان عصفور اهو، لان اول ما شوربه الخضار بتستوي بروح طشه لسان العصفور مع شوربه الخضار، وعصره ليمونه وملح وفلفل اسود، وحطيت طبعا مكعب مرق بس كده، وجامده جموده يا بنات. دلوقتي ده بقى حطيت الملوخيه زي ما انتوا شايفين، الملوخيه الناشفه بحطها في علبه وكده بقى، وشوربه خضار دي يا بنات جامده جموده. جبت بقى كده فصين توم يا اختي ودقيتهم مع قرن فلفل، مع قرنين فلفل، قلت اخد منهم معلقه للطشه بتاعه الملوخيه، والباقي بقى اجي اكمل ليمون وخل وكده واظبط الدقه الحلوه اللي قلت لكم عليها. هو في احلى كده ولا اجمل ان انت تعملي شويه رز بالشعريه وطبق ملوخيه وحته فرخه كده بلدي على رشه ملح وفلفل وطبق شوربه؟ الكلام ده كله ما ينفعش من غير طبق البتنجان. والله العظيم انا عمري ما اكل ملوخيه لازم يكون معاها فلفل وبتنجان، بتنجان رومي بقى بتنجان عادي، لازم انا اعمل بتنجان ابو دقه، ده بموت فيه، جاي في اي حته بحبه حب. ولا اقول لكم بقى على الملوخيه الصعيدي دي يا بنات بيبقى طعمها حلو قوي، الطماطمايه بتخليها مسكره، وهي دي طريقتها الاصليه على فكره. نزلت بقى بمعلقه الثوم بقرن الفلفل الاخضر والاحمر كده، حطيت عليها معلقه كزبره كبيره. بصوا بقى يا لهوي يا لهوي على الحلاوه. عايزه اقول لكم ريحه المطبخ كان ميكس كده، طعم وريحه زمان يا جماعه. عارفين لما كنا راجعين كده من الجامعه كده ونشم ريحه الملوخيه بتاع امهاتنا
اكله بصوا بنت لذينه، كل المصريين بيحبوها، مفيش حد اصلا ما بيحبش الملوخيه دي. جبت البتنجان اهو، كنت مطلعاه على مناديل. نعمل بقى الدقه، حطيت عليها ليمونه وحطيت عليها خل وكمون وكزبره وملح بس، مكتره بقى الليمون والخل، شويه بتنجان والله العظيم تاكليها برز بالشعريه مع الملوخيه، تاكليه بعيش كده مع الملوخيه، جميل جميل جميل. احنا لما بنقعد على الغدا بنتخانق على الطبق ده. عملت كده الملوخيه اهو، طلعت الفرخه ولا فكت ولا اي حاجه، زي العسل. حطيت وانا بحط الزيت حطيت معلقه سمنه بلدي، بس الحته دي ما اتصورتش كالعاده. بصوا مديها كده منشفاها. حلوه قوي قوي قوي. بحب برضو الفراخ المحشيه رز، كنت بستطعم معاكم، بس طبعا ما يغركوش الكلام ده. هنقلب دلوقتي الرز مع الملوخيه مع البتنجان وهنضربها يا ست الكل. لا والله انا خدت 5 معالق رز بالظبط، وخدت طاجن الملوخيه ده شربته كده بالمعلقه. انتوا فاهمين، ما اكلتش رز وما اكلتش عيش على الغدا. يعني انا بصراحه زي ما وعدتكم لازم اخس باذن الله. بصي قرن الفلفل اللي نزل ده كله كده في مره واحده، شايفين؟ احلى حاجه فينا التلقائيه، احنا الشعب المصري. هاخد حته البتنجان هي قطمه واحده على البتنجانه كلها. وادي بقى الفراخ المحشيه فريك. ما تنسوش بقى تصلوا كده على النبي في الكومنتات، وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم. اكتبوا لي كومنتات، البت بتشوفني، انتوا عارفين مرات ابويا اللي قاعدالي دي في اليوتيوب. وبس كده، خلاص يا بنات، ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد، وبحبكم في الله. مع السلامه.